وجهة نظر الناس بهذا الموضوع، بس أنا وجهة نظري كممثلة دائما بحب العالم تشوفني على التلفزيون. عم تشبه لي حالة بالممثلة هالصفيرونية. قلتي شيء؟ ها؟ قلتي شيء؟ ما قلت شيء. فكرت يعني بحب تشوف تعرفني كممثلة، فإذا بحب تشوف فني، أنا بالنسبة لي بحب العالم تشوف فني. أما الأشياء الشخصية والأسئلة الشخصية وشو صار هلأ ومين هلأ عفاف، نو عفاف، حياتي انت، مال، أدب، جاه، جمال من جميعه. كل اللقاءات لا تخلو من أسئلة شخصية أو أسئلة لها علاقة يعني مواضيع خاصة أو سياسية أو دينية. طب ما كل إنسان له وجهة نظره، وأنا ليه بدي أروح أحكي للعالم أنا كيف بفكر؟ أصيلة أصيلة يا عفاف، بنت أبوك عن جد. أبوي أنت هون؟ أي هون، وسمعت كل حديثكم وانبسطت منك كثير لأنك زليت لنا هذا الوطن. هلأ بهذا الوضع اللي نحن فيه عم تختلف الآراء كتير، وعم يصير دائما كل إنسان له خط حياته، وبالعموم أنا سياسة ودين وحياة اجتماعية ما بحكي. بنت أبوك من حوحي يا عفاف، أنت بنت البيسة عن جد. في عند الإنسان في أشياء أهميتها بتكون أكثر من أهمية أشياء تانية. المكدوس بده زيت. أنت هذا همك. عن عفوفة، بدي أقول لك إنه أنا بالمطار تبع الشارقة كنت من شي 5 سنين. شو كنت ما تسوي برات البيت ولا؟ لك شو كنت عم تساوي برا بهالليل؟ أجوا 2 هنود من الهند الجميلة الكبيرة، فمن كلمة لكلمة اجوا بدهم يتصوروا معي، فأنا عم أقول لهم أنتوا، أنا حكيتها قبل هالمرة وبدي أرجع لعيدها معك، فأنا عم أقول لهم إنه أنتوا بتعرفوني. هلا هن لو شافوني ما كانوا قالوا هذا الجمال نادر واخذوا لي كم صورة؟ لك كانوا قالوا هذا الجمال نادر، لك انت بتجنني. لا عيونك ضحكتني بنص الحزن.